إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنما هما اثنتان: الكلام والهدي. فأحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم اعلموا أنما هما اثنتان أيضا: أما في الدنيا فعصمة الله أو الكفر، فاسألوا الله العصمة والثبات حتى الممات. وأما في الآخرة فعفو الله أو النار، فاسألوا الله العفو والعافية، فإن الله يحب العفو وهو عفو كريم جل ربنا وتعالى وتقدس. ثم أما بعد، إخواني في الله، إن من بركة العلم والعمل به أن يثاب العبد ثوابا عظيما مضاعفا بسبب النية. ومن ذلك أيها الإخوة عبادة يغفل عنها كثير من الناس، تجعل بين العبد وبين أخيه في الأجر كما بين السماء والأرض، ألا وهي عبادة الاحتساب. كان الأنبياء والصحابة والصالحون يحتسبون على الله كل شيء، والله جل وعلا لا يضيع شيء، بل يربيه بيمينه ويضاعفه لعبده المؤمن إذا صدق مع الله. والاحتساب عبادة بعد الإيمان، بل هي عمل بالإيمان، فالإيمان تصديق جازم بثواب هذا العمل وعمل به، والاحتساب اعتداد ذلك العمل وادخاره عند الله جل وعلا. فمعنى أحتسب على الله أي أدخره عند الله، أي أني مصدق بثوابه وعملته لله وأحتسبه على الله، أي أدخره عند الله جل وعلا. ما أعظمها من عبادة. ولذلك يجمع النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الأحاديث بين الإيمان والاحتساب، لأنها مرحلتان: تصديق وعمل وادخار عند الله جل وعلا واعتداد بالعمل. وليس هذا من باب الأجير الذي يعامل مؤجره، بل من باب العبد المحب لسيده، الواثق به، الراضي عنه، المصدق لكلامه، الذي يبتغي من الله الفضل ويبتغي من الله الرضوان، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فانظروا يا رعاكم الله إلى الاحتساب. في القرآن آية الاحتساب قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير ويثاب عليه حتى في الدنيا. ولكن إذا احتسب قال الله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كان الصالحون قبلكم يحتسبون على الله كل شيء. وعلم عمر الناس فقال: أيها الناس احتسبوا أعمالكم يكتب لكم أجرين: أجر العمل وأجر الحسبة. هذا الفقيه الأكبر أبو حفص رضي الله تعالى عنه: أيها الناس احتسبوا أعمالكم يكتب لكم أجر العمل وأجر الحسبة. وأما إمام العلماء معاذ رضي الله تعالى عنه فإنه نقلنا إلى أبعد من ذلك: احتساب العادات عند الله، المطعم والمشرب والمنكح والنوم احتسبه عند الله. فلما سأله أبو موسى الأشعري: كيف تقوم الليل؟ قال: أقوم وأنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي حتى إذا نام احتسبها عند الله أنها تقوية حتى يقوم وينشط العبادة. هذا العلم وبركة العلم نفع معاذا رضي الله عنه: احتسب نومتي كما احتسب قومتي. الاحتساب حتى في طلب الولد. قال سليمان عليه السلام النبي الكريم كما في الصحيحين: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. ماذا يريد؟ قضاء وطر؟ قال: كلها تلد ولدا يجاهد في سبيل الله. حتى في شهواتهم وفي الأمور الفطرية يحتسبون عند الله جل وعلا.
وقال شبيهه بهذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لآتي المرأة وأنا لا أريدها، لكني أحتسب أن تخرج مني ومنها نسمة تثقل الأرض بالتسبيح والتوحيد وتنكأ العدو وتجاهد في سبيل الله جل وعلا. هكذا كانوا يحتسبون، حتى الاحتساب في ترك الشهوات، يحتسبون في الشهوة وفي ترك الشهوة. سئل الإمام أحمد رحمه الله: العبد يحتسب في ترك الشهوات أيؤجر؟ قال: نعم، ولما لا يؤجر؟ ابن عمر يقول: ما شبعت منذ 3 أشهر، أي يحتسب على الله ترك الشبع. الاحتساب في مقاربة الخطى، قال زيد بن ثابت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبين للمسجد، فكان يقارب بين خطاه، فالتفت إلي وقال: يا زيد، أتدري لما أقارب بين الخطى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن العبد في صلاة ما دام ذاهبا إلى الصلاة، ولذلك يقارب الخطى لأنه في صلاة. ومن ذلك الاحتساب حتى في كظم الغيظ وترك بعض الكلام. عبأت له حلمي وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله فأعرضت عنه، احتسابا عند الله. قد تعرض عجزا، قد تعرض حمية، قد تعرض، لكن إذا تركتها لله هذه الكلمة ورددتها في صدرك حتى بردت فإنك تؤجر عليها. قال ابن عمر: كنت جالسا في الجمعة، عبد الله بن عمر، محتبيا كعادة العرب في الحبوة، فقال رجل، وكان في وقت مرجت فيه الخلافة قليلا، فقال رجل على المنبر: من زعم أنه أحق بهذا الأمر منا فليبدي لنا قرنه حتى نضربه بالسيف. قال: فهممت أن أحل حبوتي وأقول: أحق بهذا الأمر من قاتلكم على الإسلام حتى دخلتموه. وكان ابن عمر أجل رجل على وجه الأرض ذلك الزمان. قال: فنظرت فإذا هي كلمة تسفك بسببها الدماء وتتفرق بسببها الأمة، فاحتسبتها عند الله جل وعلا، احتسبتها عند الله جل وعلا. كم من كلمة تجرحك لا تتركها هكذا، اتركها لله، فإن الله يزيدك بها عزا، واتركها، احتمل لأخيك، فالناس ليسوا في درجة واحدة من ميزان القول ومن معرفة عواقب القول. احتمل لأخيك واحتسب عند الله جل وعلا. كذلك الاحتساب في المصيبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقال: ابنتك تدعوك فإن ابنها في سياقة الموت. فقال: اذهب إليها وقل لها: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإن أباك يأمرك أن تصبري وتحتسبي. احتسبي الولد عند الله جل وعلا، وإن أباك يأمرك أن تصبري وتحتسبي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يقول الله جل وعلا: ما لعبد المؤمن جزاء عندي إذا قبضت صفيه أي حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه، ما له جزاء عندي إلا الجنة، ما له جزاء عندي إلا الجنة، إذا قبضت صفيه فاحتسبه. أخرجه مسلم. وأيضا في الحديث الصحيح: من ابتلي بحبيبتيه أي بعينيه فاحتسب فليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحيوا هذه العبادة أيها الإخوة، ثقافة الاحتساب، عبادة الاحتساب، أن تحتسب في الشهوة وفي ترك الشهوة وفي العادة وفي العبادة، بل إن العبادة الواحدة قد تحتسبها 3 عبادات أو 4 عبادات، وهذه من بركة العلم، فتكتب لك 4 أجور أو 5 أجور بعمل واحد. قال عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر: ذهبنا إلى العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلما أتيناه قلنا: إن أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. نووا واحتسبوا 3 أجور: زيارة مريض، عيادة مريض، وزيارة أخ، وطلب للعلم. إن أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فحدثهم بحديث يسوى الدنيا وما فيها، لم يحدثه ولم يسمعه إلا العرباض بن سارية. فقال: حديث الموعظة الشهير، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اصبروا، وقال
اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فمن بركة هذه النية الطيبة حفظ الله لنا هذا الحديث العظيم. ومن ذلك أيضا حتى في القتال، قالت أم حارثة: وكان حارثة غلاما خرج إلى بدر فأصابه سهم غرب فقتله، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أين حارثة؟ أهو في الجنة؟ فأصبر وأحتسبه عند الله، وإن لم يكن كذلك أبكيه. فقال: أهبلت؟ أجننت؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. فالشاهد قولها: أصبر وأحتسبه عند الله. إنه الاحتساب أيها الإخوة، الاحتساب حتى في كف الأذى وفي بذل الندى، الاحتساب حتى في الإنفاق على أهلك. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تضع في فم امرأتك إلا أجرت عليها إذا احتسبت. وفي الحديث الآخر: والعبد ينفق على أهله يحتسب ذلك إلا كان له صدقة. فيا عبد الله، نشط هذا الاحتساب في قلبك، فإن الله كريم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، ولا يضيع لكم شيء بل يضاعفه لكم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في العلم والعمل وفي الإيمان والاحتساب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والهجوا إليه بالدعاء والتضرع في اللحظات المباركة، إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وإن المؤمن ينوي بينه وبين ربه أنه لو عمر عمر نوح فإنه سيطيع الله ما استطاع ولن يعصيه، فيكتب له من الأجر كما لو عمر عمر نوح عليه السلام. ينوي هكذا أنه لو خلد في هذه الدنيا فإنه يسعى أن لا يعصي ربه وأن يطيع ربه، فيبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله وما لا يتسع له عمره. هكذا يعامل ربه بالنية الطيبة. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ينظر إلى هذه القلوب وما قام فيها من الأسرار التي لا تطلع عليها حتى الملائكة، ولكنه سر بين العبد وبين ربه أن يحتسب عند الله جل وعلا. والاحتساب أيها الإخوة حتى ما فاتك من العمل يكتب لك بالاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل صادقا ثم غلبته عيناه كتب الله له ما كان ينويه من ذلك القيام، وكان نومه صدقة عليه من ربه. أخرجه مسلم. وكان نومه صدقة عليه من ربه. إذا كان عندما نام بيت الاحتساب أن يقوم لله عز وجل ولو كحلب شاه، ولو ركعة واحدة في ظلام الليل يخفيها تنير له قبره يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يدفن كتب له من الأجر كذا وكذا، قيراطان عظيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين أي ابنتين من بناته عالهما وأحسن تربيتهما حتى يبلغ محتسبا عند الله جل وعلا كن له حجابا من النار وسترا من النار. وهكذا أيها الإخوة طلب العلم، من احتسب عند الله ذهابه ورجوعه إلى بيته، يحتسب عند الله علما ينفع الله به المسلمين ويعز به الله الإسلام إلا نفعه الله بذلك. كان رجل من أهل المدينة لا تخطئه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته أقصى بيت في المدينة. فقال له رجل: يا فلان، بيتك أقصى بيت في المدينة وأنت لا تخطئك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويقيك كذا وكذا. فقال رضي الله عنه: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: فحملت من كلمته هذه حملا عظيما، أي ظنه نفاق.
كيف يقول ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فلما رآه سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال يا رسول الله إني أحتسب على الله ذهابي إلى المسجد وأحتسب على الله رجوعي إلى بيتي. هذه ثقافة الاحتساب وعلم الاحتساب، حتى رجوع من المسجد إلى البيت يحتسبه. فقال عليه الصلاة والسلام وإن الله كتب لك ذلك كله بالاحتساب، كتب لك ذهابك ورجوعك إلى بيتك. رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما كان أفقههم في دين الله، عامل الله بالنوايا الطيبة وبالاحتساب. فإن المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، وإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا احتساب له. ثم صلوا وسلموا على النعمة المهداة والرحمة المسداة محمد بن عبد الله، الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وبدأ بنفسه، مما يقربنا إلى الله زلفى وينفعنا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا حذرنا منه وبدأ بنفسه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اجعل أعظم وأزكى وأفضل صلاة صليت على بشر على هذا النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن أحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. اللهم احم حوزة الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا قائما بأمرك يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاردد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا حي يا قيوم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الراشدة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.